السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 مباريات من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. كان في مباراة من 3 أيام، مودرن سبورت اللي في موقف لا يحسد عليه أمام سموحة. حسام حسن جاب هدف عالمي بدماغه في الدقيقة 42 وحاول مودرن يعود، ما قدرش. مودرن هو المركز الأخير زي ما احنا عارفين في الدوري، زي ما يكون لعنة اسم مودرن سبورت. كانوا فيوتشر ماشيين كويس. ثم مباراتين اليوم، بيراميدز وغزل المحلة. بغزل المحلة كانت مباراة قوية جدا، بس طبعا قوية من جانب بيراميدز. المحلة فرقة كويسة، لكن بيراميدز يا جماعة فرقة تقيلة جدا. ده راجل بيطلع الباكين وينزل باكين كواه، يعني يطلع كريم حافظ ينزل حمدي، يطلع الشيبي ينزل توفيق. ففرقة تقيلة قوي. هدف عن طريق علي جبر في الدقيقة 34. الشوط الثاني هدف مع بداية الشوط عن طريق المتألق إبراهيم عادل، عشان الأمور تتصعب على المحلة. ثم هدف ثالث عن طريق مايلي في الدقيقة 84. خلصت المباراة 3-0. ثم مباراة النادي الأهلي والجونة، اللي أنا شايف الجونة خسر من النادي الأهلي 2-0، لكن من أفضل مباريات الجونة هجومية. كابتن علاء النهارده طور، ويا كابتن علاء لو مشيت كده الدنيا هتبقى كويسة معاك الفترة اللي جاية. طلعوا الشوط الأولاني أول 45 دقيقة 0-0. الشوط الثاني طبعا النادي الاهلي خطف هدف عن طريق امام عاشور، ثم هدف تاني عن طريق المتألق امام عاشور في الدقيقة 90 خلص المباراة. يا امام لو ركزت في الكورة هتبقى في حتة تانية خالص. لعيب جامد وبيجيب اجوان بدماغه وبشماله وبيمينه. لعيب يا جماعة عالي جدا، بس مشكلته مركز بره الكورة اكتر من جوه. ركز في الملعب بس يا امام، هتبقى حاجة كويسة. وبكده يتبقى مباراتين غدا ان شاء الله، المصري وفاركو والزمالك والحرس باذن الله، نشوفهم ونتكلم عنهم. السلام عليكم.